بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يكتب علينا وعليكم السلامة. الله يجعل وياكم سوية عوائلكم وعوائلنا، ويجعل مدينتنا آمنة. تكلمنا في حديث سابق على أن تسمى مدينة الديوانية بالديوانية نسبة إلى ديوانية شيخ الخزاعل حمد آل حمود، ولكن اليوم نتكلم عن موضوع آخر، وهي التركيبة الاجتماعية لمدينة الديوانية، حيث أن المكون الأكبر أو العشيرة الأكبر أو القبيلة الأكبر في محافظة الديوانية هي قبيلة الأقرع. أغلب مكونات العشائرية هو قبيلة الأقرع. قبيلة الأقرع بالأساس هو أصل ونسب، ومن ثم أصبحت إلى حلف كبير، حيث انضم إلى هذا الحلف الكثير من العشائر. وباختصار شديد الإخوة الكرام، القرعة جاءت من منطقة القرعة اللي هي في صحراء النجف باتجاه الأراضي السعودية، قرب باقصة وقرب شراف، منطقة خلت من الأعشاب والماء والكلى، فماتت الإبل فانتقلوا إلى مدينة الديوانية اللي هم شمر، بقيادة رجل اسمه خليفة وأولاده وأولاد أخوانه شاحن وعقروق ومزراق، ومن أولاده جبرين وغيرهم. ملاحظة، الشمر طبعا عموم شمر مو من سكن العراق، يعني مو عراقيين بالأصل، سكنوا العراق قبل 200 أو 300 سنة أو 400 سنة بهجرتين رئيسيتين عن طريق الموصل، وسكنوا محافظات العراق جميعا. ولكن هجرة الأقرع عن طريق بادية النجف، سكنوا زين. الديوانية إلمن كانت الصوب الكبير، الصوب الصغير أشرنا على أن حلف شبشة، وهي كانت مدينة عامرة اسمها الرماحية يسكنوها هذا الحلف. الصوب الكبير كان يعني الولاية، مقر الولاية أو أطراف الولاية، وبالضبط قرب مرقد الإمام أبي الفضل عليه السلام، كانت الأراضي عائدة إلى جليحة قبل هجرتهم إلى الثريمة. أطراف الأراضي الزراعية، وكانت أغلبها أهوار، مسكن لعشائر زويد. سكنوا الأقرع ضيوف عند عشائر زويد، وكانت تسمى بلغة البدو القصير. القصير يعني ضيف. بعد أن حدث الاحتكاك وطال المقام، تذمر رجال الزبيد من الضيوف الذين طال بقائهم، فأعدوا خطة بأن سرقوا معطف الوالي العثماني وأخفوه في مكان، ولكن شاهدهم أحد رجال الأقرع ابن شاحن أو شاحن، شاف الموضوع قال هذا وراء طلابة وراء بلية، شال سكتاوي وضم بيت الحطب اللي تابع إلى شيخ زويد. في اليوم الثاني الوالي العثماني كان موجود، لقى القبوط مالته مسروق، فصوتوا اللي يلقون بيته بأن هو سارق هذا المعطف يرحل من المنطقة. ففتشت الجندرمة هي الشرطة العثمانية، فتشوا لقوا بيت الحطب التابع إلى مضيف زبيد. فاتفاق، بناء على الاتفاق وبناء على العهد الذي اتفق عليه القبيلتين عفوا، هجرت قبيلة زبيد باتجاه شمال الديوانية وباقي المحافظات الأخرى، ومن ثم أصبحت عشائر الأقرع هي التي تملك الأراضي. قسم طبعا هذا الكلام باختصار شديد، قسم الأقرع فيما بينهم 3 أقسام: حلف آل شبانة اللي اتخذوا أراضي الدغارة وما جاورها والسنية وساداتهم، ومن ثم حلف العبدة وهم أهل المجاوير اللي يخذوا الأراضي من السنية باتجاه الحمزة الشرقي واتجاه السدير، والحلف الثالث وهم آل حمد وأخوتهم المناصير وآل زياد أخذوا الشطر الثالث أو الثلث الثالث وقسموها ما بينهم وما بين ساداتهم، وتم
تربية الحيوانات الأخرى، وهكذا استقر قبيلة الأقرع وانضم إليهم الكثير من القبائل الأخرى، وأصبح حلف الأقرع في تلك الفترة برج سنة 1800. هذا الحلف صار دخولهم 1700، ولا زالوا إلى اليوم يمثلون قبيلة الأقرع المكون الأكثر عددا في عموم محافظة الديوانية. وهم طبعا أشرت قبل قليل هو أصل الحلف، يعني عشائر وقبائل شمرية تنتمي إلى أصول شمر الثلاثة، العبدة والسنجارة والأسلم، وهكذا سكنوا الأقرع في مدينة الديوانية، ومن ثم انتقلوا إلى محافظات أخرى كالنجف والبصرة والعمارة والكوت والحلة، وكذلك في بغداد اليوم، ولكن موطنهم الأصلي كان الديوانية، ومن هنا تفرقوا طلبا للمعيشة أو بسبب الجنايات أو بسبب الظروف السياسية. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل جميع عشائر الديوانية هم عشيرة الديوانية المتآخية التي تدعو دائما للتكاتف والتآزر والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.